عارف اكتر كلمة بتوجع؟ لما امك تقولك ماشي يا ابني، كمل اللي بتعمله، مش عايزاك تسيب نفسك علشاني. هي مش زعلانة انك مش جنبها، هي وجعها انك نسيت انك كنت كل دنيتها. بقينا نقول هكلمهم بعد الشغل، هعدي عليهم لما افضى، بس الحقيقة احنا عمرنا ما بنفضى. الشغل، الموبايل، الخروج، الحياة، كل حاجة واخدة وقتنا إلا أهم اتنين في الدنيا. الأب والأم دول مش دايمين. ربنا قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تخيل ربنا حرم أف بس، وإحنا ساعات بنزعق ونرد ونتكلم كأننا أصحاب مش أولاد. فاكر آخر مرة ضحكت أمك من قلبها؟ فاكر آخر مرة أبوك بصلك وهو فخور؟ يمكن نسيت، بس هما ما بينسوش حاجة ليك. الأب والأم بيشوفوك أغلى من نفسهم، بس كل اللي بيستنوه منك كلمة حلوة، مكالمة، أو حضن بسيط. ما تخليش برك ليهم يبقى واجب، خليه حب، خليه شكر، خليه رد جميل على اللي رباك ودعالك وانت مش حاسس. ولو أبوك أو أمك مش موجودين، فالدعاء ليهم هو البر اللي لسه مفتوح. ادعي لهم كأنهم لسه قاعدين قدامك. افتكر دايما مفيش رزق هيتفتح ولا راحة هتدوم غير لما يرضى عنك اللي ربنا قال عنهم: الوالدان بابان إلى الجنة. ما تنساش تصلي على النبي. سلام.